فيلم النهاردة بيحكي عن محترف فنون قتالية صيني ومجرم أمريكي خطير اتحدوا مع بعض علشان يقبضوا على حرامي جواهر عديم الرحمة. وبدون ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. قصتنا بتبدأ في سنة 1887 في مدينة بكين الصينية في إحدى قصور الحرس الملكي، ورئيس الحراس المعلم وانج كان بيأمن على الجوهرة الملكية وبيتأكد إنها سليمة. لكن فجأة بنته لين نادت عليه علشان يتعشى، وبعد لما وانج وبنته قعدوا ياكلوا فلين قالت له إن ابنه شون بعت له رسالة من أمريكا وبيسلم عليه، فوانج اتمنى له السلامة. ولكن في الوقت ده خارج القصر الملكي فكان في مجموعة من المجرمين بدأوا يقتلوا الحراس ويقتحموا المكان. ومن هنا بنقابل نيلسون، ونيلسون يبقى حرامي انجليزي وكل هدفه ان هو يسرق الجوهرة الملكية من الصين ويبيعها في انجلترا بأعلى سعر. لكن قبل ما يسرق الجوهرة فالمعلم وانج حاول يمنعه، فنيلسون طعنه بالسكينة وضرب بنته لين ضربة افقدتها الوعي. وبعد كده اخذ الجوهرة الملكية وهرب من المكان. واول لما لين فاقت فاكتشفت ان الجوهرة اتسرقت ووالدها اتقتل، فدخلت في حالة من الحزن وقعدت تعيط عليه. وبعد كده بتنتقل بينا الاحداث لشون، وشون يبقى اخو لين وابن المعلم وانج، لكنه سافر من الصين وراح امريكا علشان يشتغل ضابط في مدينة تكساس. وفي يوم من الايام وصلته رسالة من اخته لين وبتقول له فيها ان والده مات وانها تتبعت اثار المجرمين في انجلترا. فشون قرر يقابلها ويدور على المجرمين معاها علشان ينتقم لوالده ويسترجع الجوهرة الملكية. وبعد كده بتنتقل بينا الاحداث لروي، وروي كان مجرم خطير لكنه اعتزل وبقى مواطن صالح، ده غير ان هو صديق شون العزيز، وهما الاتنين حاربوا الاشرار مع بعض قبل كده. وشون قابل روي وطلب منه الذهب اللي كان مخبيه معاه، ولكن من سوء الحظ روي خسر الذهب في القمار وما بقاش معاه اي فلوس. ووقت ما شون وروي كانوا بيتكلموا فظهر هو وحراسه وكانوا عاوزين يخلصوا على روي وشون بسبب العداوة القديمة اللي ما بينهم. ولما شون حاول يتسلل لبره المكان فالحراس اخدوا بالهم منه وهجموا عليه بشراسة، لكنه استخدم مهاراته الرهيبة في الكونج فو وخلص عليهم كلهم واحد ورا واحد، وقدر ان هو يهرب من المكان هو وروي. ومن هنا شون وروي ركبوا السفينة وانطلقوا لمدينة لندن بانجلترا علشان يقابلوا لين ويسترجعوا الجوهرة المسروقة. وبعد فترة الاتنين وصلوا لانجلترا اخيرا. ولما كانوا بيتمشوا وسط شوارع لندن المزدحمة فجأة في طفل حرامي خطف من شون الساعة بتاعته وهرب، فالاتنين بدأوا يطاردوا الطفل بأقصى سرعتهم. ومن هنا اتضح ان في مجرمين تانيين مشغلين الطفل معاهم وأمروه ان هو يسرق الساعة. وطبعا لما شون وروي قابلوا المجرمين فبدأوا يتقاتلوا معاهم، وفي البداية شون حاربهم بأقصى ما عنده مع انهم كانوا اكتر منه في العدد، الا انه قدر يسيطر عليهم كلهم ومسكهم ظبطهم. اما روي فجري بأقصى سرعته ورا الطفل علشان يرجع الساعة منه. وفي النهاية قدروا يطحنوا جماعة المجرمين وطحنوهم قدام الناس كلها واسترجعوا الساعة المسروقة. ولكن للأسف البوليس وصل وحاصرهم من كل اتجاه وافتكروا انهم بلطجية وبيضربوا الناس بدون سبب. ومن هنا شون وروي اتسجنوا وكانوا حاسين بالغضب لانهم مش هيعرفوا يخلصوا مهمتهم. لكن فجأة ظهر الضابط ارتي، والضابط ارتي شكر شون وروي لانهم ضربوا المجرمين وتأسف لانهم قبضوا عليهم بالغلط. ومن هنا شون وروي قالوا لارتي انهم بيدوروا على شخص اسمه نيلسون، فارتي قال لهم ان نيلسون يبقى شخص غني ومنصبه عالي جدا في البلد وصاحب نفوذ، لكنه فاسد وبيسرق الاثار في السر بس محدش يعرف ان هو فاسد. وبعد كده ارتي خلى شون يقابل اخته في السجن وقال له ان هو قبض عليها لما كانت عاوزه تقتل نيلسون وسط الشارع. وبعد لما شون اطمن على اخته فاتكلم مع ارتي وطلب منه يحبسها علشان ما يخاطرش بحياتها، وبدأ يخطط معاه هو وروي علشان يقبضوا على نيلسون وهو متلبس. وبالفعل شون وروي خرجوا من السجن لكنهم قابلوا الطفل اللي سرق منهم الساعة. ومن هنا الطفل شكرهم لانهم خلصوا على العصابة وعرض عليهم ان هو يوفر لهم بيت كويس بفلوس قليلة. فشون وروي وافقوا على طلبه، وبعد كده
كده شون وروي بدأوا يفكروا ازاي هيدخلوا بيت نيلسون، لكنهم اكتشفوا ان نيلسون عامل حفلة في بيته، فاتنكروا على شكل امير انجليزي ورجل هندي، والطفل كان الخادم بتاعهم. وبالفعل الاتنين خدعوا حراس الحفلة وقدروا انهم يدخلوا البيت نيلسون بنجاح. وبعد ما روي وشون دخلوا البيت فبدأوا يتجسسوا على نيلسون، وعرفوا ان هو مخبي كل الاثار اللي سارقها في مكتبه. ولما دخلوا وراه فاكتشفوا ان هو اختفى من المكان، بس من حسن الحظ شون اكتشف مكان سري بداخل المكتب، ولقى ان صندوق الجوهرة الملكية موجود فيه، لكنه اتفاجئ بمجموعة من الحراس بيهجموا عليه بشراسة، فبذل اقصى مجهوده علشان يتصدى ليهم. والحراس قدروا يفاجئوا روي وكانوا هيخلصوا عليه، ومن هنا ظهرت لين وانقذته على اخر لحظة، ومسكت الحراس طحنتهم لانها ماهرة بالكونج فو. وبعد ما شون وروي خلصوا على الحراس فدخلوا المخبأ من تاني، واتفاجئوا ان صندوق الجوهرة فاضي، وبالصدفة اكتشفوا طريق سري داخل المخبأ. ولما دخلوا فيه فاكتشفوا ان نيلسون بيتكلم مع شاو، وشاو يبقى اخو الامبراطور الصغير، لكنه حاول يقتله علشان يسيطر على الصين، علشان كده اتطرد من البلد وبقى هربان في انجلترا من زمن طويل. وبعد لما نيلسون خلص كلام مع شاو فروي وشون ولين هجموا عليه علشان ياخدوا منه الجوهرة، فالجوهرة وقعت من ايديه. ومن هنا الطفل الحرامي ظهر فجأة واخد الجوهرة واختفى. وبعد كده نيلسون اشعل النار في المكان وهرب، ده غير ان هو قفل الباب وراه. فشون وروي ولين اتحجزوا، ومن هنا شون ساعد اخته في انها تهرب من فتحة السقف. اما شون وروي فاخدوا عربية وكسروا الباب وبعدوا عن النار، لكنهم اكتشفوا ان العربية خربانة وما فيهاش فرامل، وفضلت ماشية بيهم وسط الغابة لحد لما وقعت في مكان ما بين الحقول. وتاني يوم الصبح فشون وروي فاقوا من جديد وقرروا انهم لازم يلاقوا الطفل الحرامي ويرجعوا الجوهرة منه. ولما كانوا بيتمشوا فجأة لين اخت شون ظهرت واخدتهم في سيارة مجرورة بالحصان بدل ما كانوا ماشيين على رجلهم. وبعد فترة 3 وصلوا الاوتيل علشان يستريحوا فيه. ومن هنا روي قال لشون ان هو بيحب اخته لين وعاوز يتجوزها، وطلب منه يسألها اذا كانت هي موافقة ولا لا. فشون راح لاخته وبدل ما يسألها اذا كانت هي عاوزة تتجوز روي ولا لا فقال لها ان روي مدمن على القمار وما ينفعش يتجوزها. ومن هنا بنكتشف ان روي كان بيتجسس عليه وسمعه وهو بيسوق سمعته قدام لين علشان ترفضه. وبعد فترة فشون بدأ يهزر مع روي، لكن روي مرضيش يرد عليه لانه سمعه وهو بيسوق سمعته قدام لين. فالاتنين بدأوا يتخانقوا مع بعض لكنهم اتصالحوا في النهاية. ولما رجعوا علشان يتكلموا مع لين عرفوا انها مش موجودة في الاوتيل، فبدأوا يدوروا عليها في كل مكان، لكنهم اتفاجئوا ان اتباع نيلسون كانوا عاملين لهم كمين وحاصروهم من كل اتجاه. وبعد لما شون وروي ولين اتقبض عليهم فظهر نيلسون وشاو، ومن هنا بنعرف ان نيلسون من العائلة الملكية ومهمته يخلص على الملكة واولادها علشان يبقى هو الحاكم للبلد من بعدها. اما شاو فبيساعده في مهمته مقابل الجوهرة المسروقة. وبعد كده شاو خطف لين واخدها رهينة. اما شون وروي اتعلقوا وكانوا هيموتوا بالغرق. ومن هنا روي اعتذر لشون لانه خسر كل الذهب الخاص بيه، وشون اعتذر له لانه سوق سمعته امام اخته لين. وبعدها شون استخدم مهاراته ولياقته البدنية وقدر ان هو يهرب من الحبال وهاجم الحراس علشان ينقذ روي قبل ما يموت غرقان. وفي النهاية شون وروي هربوا من الحراس وقدروا انهم ينجوا بحياتهم. وبعد كده راحوا علشان يقابلوا الضابط ارتي وقالوا له ان نيلسون بيخطط لقتل العائلة الملكية علشان يورث الحكم، ده غير انهم سألوه عن مكان الطفل الحرامي علشان يسترجعوا منه الجوهرة المسروقة. ومن هنا ارتي اخدهم للمتحف الانجليزي لانه عارف ان الطفل الحرامي عايش هناك،
واول لما شون دخل المتحف فاتفاجئ ان اتباع نيلسون موجودين في المكان ودخلوا معاه في قتال شرس جدا، لكنه قدر ان هو يتصدى لهم ومسكهم طحنهم. اما روي فعرف مكان الطفل وفضل يجري وراه، وفي النهايه روي وشون مسكوا الطفل واخدوا منه الجوهره وكانوا هيكملوا في طريقهم، لكن الحراس هددوا بقتله، ومن هنا شون وروي سلموهم الجوهره مقابل انقاذ حياه الطفل. وللاسف اول لما خرجوا من المتحف فالبوليس وصل وقبض عليهم، وطبعا شون وروي والضابط ارتي حسوا بالحزن لانهم فشلوا في المهمه. لكن فجاه الطفل الحرامي ظهر من جديد وقدر ان هو يسرق مفاتيح عربيه البوليس واخرجهم منها، وبعد كده الطفل الحرامي شكرهم لانهم انقذوا حياته. وبعد كده شون وروي عرفوا ان في احتفال كبير والعائله الملكيه هتكون موجوده هناك، فانطلقوا علشان ينقذوا العائله الملكيه من مخططات نيلسون وشاو. واول لما شون وروي وصلوا للاحتفال فاكتشفوا ان شاو بيجهز سلاحه وهيقتل الملكة اول لما الالعاب النارية تشتغل، وكان موجود على سفينة وسط البحر. فشون راح للسفينة علشان يوقفوا، واول لما وصل فاكتشف ان في واحد من المجرمين عاوز يموت لين، لكنه انقذها على اخر لحظة. وفي نفس الوقت ده شاو استغل تشتت الملكة بالألعاب النارية وبدأ يضربها بالنار، ومن حسن الحظ شون ظهر على آخر لحظة ووقفوا عند حده، ومن هنا الاتنين بدأوا يتقاتلوا بشراسة. ولأن شاو ماهر جدا في الكونج فو والفنون القتالية فقدر ان هو يسيطر على شون بقوة رهيبة وكان هيغلبه، لكن شون افتكر ان هو خطف اخته وكان عاوز يقتلها فتعصب عليه وكمل في القتال. بس فجأة شاو خدعه وكان هيقلبه، لكن لين ظهرت وقصفت شاو بالمتفجرات وخلصت عليه تماما. وفي الوقت ده روي والضابط ارتي قدروا انهم يحاصروا نيلسون ويمنعوه من الهرب، لكن فجأة نيلسون اخرج المسدس بتاعه وضرب الضابط ارتي بالنار وقدر ان هو يهرب من المكان. وشون ولين وصلوا متأخرين، ولين قالت له انها هتتأكد من سلامة ارتي وطلبت من شون وروي يطاردوا نيلسون، وبالفعل الاتنين انطلقوا وراه ودخلوا في ساعة ضخمة جدا، لكنه ظهر فجأة وضرب روي ورماه بره الساعة. فشون اتعصب عليه وبدأ يتقاتل معاه، ونيلسون كان ماهر جدا في استخدام السيف وقدر ان هو يستخدم سيفين في نفس الوقت، وهو ده السبب اللي خلاه يسيطر على القتال. اما روي لحق نفسه واتشعلق في عقرب الساعة على اخر لحظة، وشون حاول بكل الطرق ان هو يغلب نيلسون لكنه فشل في هزيمته وقطع كل الحبال الموجودة وقرر ان هو هيقتل نفسه علشان يخلص على نيلسون تماما. واول لما الحبال اتقطعت فنيلسون وشون اتحدفوا بره الساعة، لكن من حسن الحظ روي مسك شون على اخر لحظة، اما نيلسون فوقع على الارض ومات. وشون وروي استخدموا العلم الضخم علشان يهبطوا على الارض بسلام. وتاني يوم الملكة شكرتهم هما والضابط ارضي على خدمتهم وحمايتهم ليها وعينتهم فرسان شرفيين. اما الجوهرة فرجعت لمكانها في الصين بعيد عن الحرامية. وبعد كده شون وافق ان روي يتجوز اخته لين، وقرروا يرجعوا لامريكا ويكملوا حياتهم هناك. ومن هنا بيخلص فيلمنا. انا مينا اسحاق. فلو عجبك الفيلم ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الملخصات النهارية، وما تنساش تعمل متابعة على صفحة الفيسبوك علشان تقولنا على الافلام اللي تحب نلخصها لك. اشوفك الفيلم الجاي يا صديقي، يلا سلام.